مساء الخير. انا بجد زعلانه من اللي بيحصل ده، وزعلانه ان وصلنا لمرحله ان لازم انتي وانتي وانتي كل الامهات تصحى معايا. اصحوا معايا، بناتنا في خطر. ايه بقى المخدر الجي اتش بي اللي طالع، اللي ضبطنا واحده بلوجر اسمها داليا فؤاد. كل واحده دلوقتي بتطلع تبقى بلوجر اي حاجه، ما نعرفش هي ايه. شويه يقولوا اعلاميه، شويه يقولوا بلوجر، شويه يقولوا تطلع ضابطين معاها في 180 لتر من مخدر. يا جماعه المخدر ده لبناتنا كارثه. ده ممكن بنتنا، او بعد الشر عليهم يا رب كلهم، يغتصبوا البنات والبنت ما تحسش بحاجه ابدا، ولا تبقى عندها يعني احساس انها عملت اي حاجه في حياتها، وبتتكلم وتيجي البيت ومفيش اي حاجه، مجرد انها شربت عصير فيها الماده المخدره دي. أرجوكم نتابع بناتنا، أرجوكم نرجع زي زمان نسأل أنت كنت فين، شربتي إيه، نحكي الحكاية قدامها، ده في مخدر، ده في ضبط كذا. طلع البلوجرز دي ليها علاقة بسفاح التجمع. الدنيا ضيقة قوي، والإجرام والتعدي على حقوق الآخرين بقى كتير قوي قوي، والإنسانية راحت. والواحد لازم يراعي تاني ويرجع تاني، نفكر نفسينا ونفكر بناتنا، ونعمل زي أمهاتنا بتاعت زمان، وندخل عليهم أوضتهم فجأة ونقتحم أصحابهم ونقعد معاهم ونتكلم ونشوف آرائهم، ونقعد نحكي الحكاوي بتعلم. ده حصل كذا، ده في بلوجرز كذا، ده في مخدر اسمه كذا. لأن البنات يا حبايبي ما بيعرفوش حاجة زي كده إلا بعد ما بيقعوا فريسة للمخدر ده، وده إدمان. وبيبقوا ما يعرفوش إنه إدمان، وما يعرفوش إن هو بيخدرها إنها تروح عن الوعي، وهي حبيبتي واقفة قدامك وبتتكلم لكن هي مش واعية هي بتعمل إيه. دي كارثة من الكوارث الأخرى اللي لازم الإعلام يبتدي يوجه الأسر ويعمل توعية للبنات في الجامعة وفي المدارس عن إن في مخدر بالشكل ده. أرجوكم خلوا بالكم من بناتكم وحافظوا عليهم، إنهم أمانة عندنا من ربنا، ويا رب يحفظهم جميعا. ويكون الفيديو النهاردة فاتكم، والسلام عليكم.